شهدت قاعدة عسكرية تدريبية تابعة للكيان الصهيوني حادثة سرقة لدبابة من طراز ميركافا، واللي تم العثور عليها بعدها بساعات في مستودع للخردة. وذكرت إحدى الصحف العبرية إن وزارة دفاع الاحتلال بلغت الشرطة عن الدبابة المسروقة، وفوراً بدأت الشرطة في منطقة الساحل بإجراء عمليات تفتيش، وبعد وقت قصير تم العثور على الدبابة في مستودع للخردة. ووفقاً للتحقيقات الأولية فلسه أسباب السرقة غير معروفة لحد دلوقتي، مع العلم إن الدبابة قديمة وكانت شبه متكهنة من سنين، وكان بيتم استخدامها في التدريبات فقط. بتتميز الدبابة ميركافا بمحرك ديزل متثبت في مقدمتها، وتم صنعها مخصوص علشان حرب المدن، وتم تحديثها بإضافة مدفع رشاش مضاد للأفراد من عيار 120 ملي، واتعمل لها بعض التحسينات الخاصة بتدريعها ونظام السيطرة على النيران. دبابات ميركافا بتتميز بتصميم غير عادي، وده لأن أجهزة نقل الحركة بتتوزع في القسم الأمامي للهيكل، لكن فيها عيب خطير وهو وزنها الضخم اللي بيوصل لحوالي 65 طن، وده بيمنع الدبابة من إن يتعمل لها عدد كبير من التحديثات الحربية الفعالة، بخلاف إنها بطيئة جداً لأن سرعتها القصوى على الطريق حوالي 45 كيلومتر في الساعة.